السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في القناة. اليوم جبت لكم الوصفة ديال السفة بلي كوكلي. إذا كنتي كتحماق على السفة فحالي وما كتصدقلكش وجربتيها مرات، يعني عدة مرات وما كتصدقلكش وجربتي الوصفات وما صدقتلكش وخدي ما باقاش تزيد تعدلها، فبقى معايا للاخر ديال هذا الفيديو لأن هذه الوصفة ليك بطريقة بسيطة سهلة ما كديش الوقت بزاف وبغيتي كامل شعريه، ما كتعجن ما كتلتصق من حتى شي حاجه وكتجي كل حبه مفروقه على بعضها. كنخدمها بواحد الطريقه ساهله ما كديش منك الوقت والنتيجه كتكون ولا اروع كيف كتشوف معايا نتوما. هذا الطبق ديال السفه انا تشهيتها وعدلتها وعملت لها لي كوكلي كيف كتشوفوا معايا. بقى معايا باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقه. دابا غادي ندوزو نعدلو لا ماريناد ديال الدجاج. هنايا عندي 4 ديال لي كوكلي بطبيعه الحال اللي رقدتهم ليله كامله في الماء والخل والملحه وغسلتهم مزيان واستقطرتهم. ودابا غادي ندوزو باش نعدلو لا ماريناد. هنايا غادي نعمل مغروفه ديال الابزار. سمحوا لي شويه الحلق سمحت عيانه شويه. مغروفه ديال الخرقوم بلدي، مغروفه ديال السكينجبر، الملحه بطبيعه الحال كتبقى على حسب الذوق. هنا انا عملت ما عنديش زعفران شعره، وبصراحه انا ما كنستعملش هاد الزعفران يعني شيميك، كيروّن الدنيا وكيوسخ كيخلي الدين كلّه مسوفر، ولكن قُلت راني نجرّبو. المهم عملت واحد منظمة ديال الزعفران شعرة، وتما عندي 4 ديال فصوص ديال الثومة محكوكين، وواحد المغرفة ديال السمن. بالنسبة للزعفران يعني كنصحكم أنكم تعملوا زعفران شعرة، تعملوه في واحد الكاس ديال الما دافي شوية اللي غادي نعدلو به لا ماريناد. عملوا فيه الزعفران شعري يطلق تماك ومن بعد جمعوا به الإقامة. صافي كنزيدو الماء كيف شفتوا معايا وكندوزو نخدمو مزيان هاديك الإقامة. صافي وغادي نجيبو ديك لي كوكلي وغادي نحاولو أن حنايا ندخلو فيهم مزيان ديك التشرميلة. هانتوما كيف كتشوفو مداخل من على برا وفي الجلدة. وباش يتشرب لكم مزيان يعني هاد لي كوكلي لا ماريناد، من الأحسن أنكم تخليوه يعني يستقطر مزيان ميبقاش فيه الما. وكيف شفتوا معايا ما زدتش الزيت لان الزيت فاش كنعملوه مع الإقامة فما كيعمل بحال واحد الحاجز، يعني ما كيخليش الإقامة تدخل مزيان في الدجاج ولا في اللحم ولا في اي حاجه كنعملو لا كتحتاج لا ماريناد. وانتم كيف كتشوفوا معايا بغيت نسولكم، يعني بغيت نعرف اش من بلاد ولا اش من دولة كتابعوني. ما كرهتش تخليوهم لي تخليو لي يعني في لي كومونت في لي كومونتير واش من بلاد كتابعوني. من بعد ما كنساليو هذيك كنعملو الدجاجينه اللي هو داك لي كوك اللي كنعملو لهم لي ماريناد، كنجيبو بلاستيك الغذائي وكنغطيهم على الاقل نخليهم واحد 4 ساعات سوايع يعني تيتشربوا مزيان ديك الإقامة. صافي دابا غادي من بعد ما كيدوز ديك 4 ساعات كنجيب واحد الطنجرة. تما عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، بغيتو تخلطوا زيت نباتي وزيت الزيتون نتوما تعرفوا، المهم انا عملت تماك زيت الزيتون. وعندي تما واحد 2 بصلات متوسطين اللي قطعتهم مكعبات، وغادي نزيد لهم نفس الإقامة اللي زدتها اللي عملتها في لا ماريناد، هي نفسها غادي نزيد نعملها هنايا غير شنو بكميه يعني قليله. راه عندي تماك الخرقوم، نص مغرفه ديال المهم نص مغرفه ديال الخرقوم البلدي، نص مغرفه ديال الابزار، نص مغرفه ديال سكينجبر، ونص مغرفه ديال السمن. وغادي نزيد 2 العواد ديال
ديال القرفه، وبطبيعه الحال الملحه. انا نسيت الملحه، غادي نزيدها من بعد، نتوما غادي تشوفوا كي غادي نزيدها، ولكن نزيدوا الملحه ولكن نزيدوا غير شويه صافي. من بعد ما كتجوز ديك 4 ديال الساعات، كيف كتعرفوا هنايا لي كوكلي ولا الدجاج يعني ما كيتقطعوش بحال في المغرب، ما كيخليولهمش هذيك لا بارتي اللي غنقدروا نجمعوا فيها الدجاج باش كيجي مصمط وكيطيب مزيان. فانا هنايا غنحاول انني بلي كوردون انني نجمعو، غادي نشبر الجنيحات ديالهم نتوما كيف كتشوف كيف ما موضح في الفيديو. غنحاول انني نجمعو مع بعضياتهم، ندخلو مع بعضهم باش ما يتفتحليش في الساعه ديال الطياب. هانتوما كيف كتشوفوا معايا، دا خصو يكون الشكل ديالو. حقيقه يعني هذيك الطريف ديال الجليده اللي كيكون اللي كيبقى فيه فاش كتجي تجمعو، يعني كيسهل عليك العمليه. ولكن هنايا انا ما كانش عندي الفيل اليمونتير، فاضطريت انني نستعمل غير الكوردون. بدا معايا الوقت، كاين اللي كيتهرس كاين اللي كيبقى صحيح، ولكن في الاخر قدرت انني نجمعهم. رغم ان من بعد اضطريت انني نعملهم شويه ديال الخيط، لان ملي عملتو في الطياب كانوا غادي يتفتحوا. المهم هانتوما كتشوفوا معايا هذه الطريقه اللي استعملت باش جمعت بها هذيك لي كوكلي باش ما يتفتحوش ويبقاو مجموعين ويبقاو عاطين المنظر. فوالا هانتوما كتشوفوا معايا اليوم كان عندي مساعد. المهم هذا الشكل ديالهم كيفاش كيخصو يكون. انا قلت لكم يا اما استعملوا الكوردون ولا استعملوا الفيل اليمونتير. صافي من بعد ما طابت معنا ديك البصله وتشحرت وهبطت معنا، دابا غادي ندوزو نعملو ديك لي كوكلي ديالنا باش يطيب. لي كوكلي ما كنعملوهمش ناعسين في الطنجره، ولكن كنعملوهم بهذا الشكل هذا واقفين، لانهم هما دغيا كيطيبوا باش ما يتفتحوش معنا ويبقاو شادين. يبقاو شادين يعني المنظر ديالهم. كنعملوهم بهذه الطريقه هذه، كنعملوهم واقفين. خصوصا اذا عمرتوهم دائما استعملوا هذه الطريقه هذه باش ما يتفتحوا لكمش ويتهرسوا لكم في الطياب. هو من بعد كيهبط في الطنجره ولكن كيكون قبط راسو، ما كيبقاش يهيدا. وبطبيعه الحال هنا عندي زدت واحد 2 كيسان ديال الماء اللي غسلت بهم هذيك البانيو اللي عملت فيه الإقامة، باش غسلت ديك الإقامة وصافي. هانتوما كتشوفوا يعني ما فيهش الماء بزاف، وكيف قلت لكم انا نسيت الملحه قلت لكم قبل. هنايا كنزيدو صافي، غادي نغطيوه وغادي نعملوه يطيب. ودابا غادي ندوزو باش نعدلو الشعريه. انا كنوري لكم هنايا الشعريه اللي كنستعمل، كيكون مكتوب فيها الشعريه ديال السفه شوفو دونج. انا ما كنعملش بوبليسيتي، ولكن عيب كنحاول انني نوري لكم شنو من النوع ديال الشعريه اللي كنشري. وبطبيعه الحال الشريو الشعريه تكون يعني دو كاليتي باش كتخرج لكم دائما الماكله دو كاليتي. وهذه راه ماشي غاليه، يعني الثمن ديالها اورو شي حاجه، كنظن شي اورو 30 ولا اورو 33 فيها نص كيلو. انا غنستعمل هنايا كيلو الا ربع، نتوما تقدروا تستعملوا غير نص كيلو على حسب الافراد العائله، ولا على اساس واش عندكم ضياف، ولا المهم داكشي على حسب وانتم واش غادي تعدلوا السفه. انا هنايا عملت كيلو الا ربع. ودابا غادي ندوز باش نعمل الزيت. باش نلبسها بالزيت غادي نعمل لها 3 المغارف. في الاول غنعمل لها 3 المغارف كبار ديال الزيت، وغادي نبدا نلبسها بديك الزيت. اذا كان باقي خصني غادي نزيد. اللي كخصكم تعرفوا هو ان هو داك الشعرات ديال الشعريه خصهم يكونوا كاملين مقيوسين بالزيت، ما يكونش شي فيه الزيت وشي ما فيهش الزيت، ولكن خصها تكون كامله مقيوسه بالزيت. صافي كيف كتشوفوا كتبقاو تعملوها بين يدكم هيدا وتحاولوا انكم توصلوا لها الزيت. ومن بعد اذا اكتشفتوا بان باقي خصكم تزيدوا زيدوا، ولكن زيدوا غير بشويه، ما تزيدوش بزاف، يعني دائما عمروا بالمغروفه. وخصوصا المبتدئات اللي ما عمرهم ما عدلوا السفه. انا هنايا نتوما كتشوفوا يعني لاحظت ان باقي خصها شويه، زدت تقريبا واحد المغرفه اخرى، يعني اون توتال درت معايا 4 ديال مغارف ديال كبارين ديال الزيت النباتيه. صافي في هاد الاثناء بطبيعه الحال كيكون عندنا ديجا البورمه د الماء كتغلى،
ما تعمروهاش بزاف، يعني حاولوا انكم تعمروها غير النص ولا الربع، وصافي ما تعمروهاش بزاف. حتى من بعد نشرح لكم علاش. صافي هانتوما كيف كتشوفوا راه لبست هذيك الحبيبات ديال الشعريه ولا ديك الشعرات ديال الشعريه كاملين بالزيت. وهاد العمليه هادي هي اللي كتخلي بان الشعريه من بعد ما كتلتصقش معنا. ومن بعد كنجيبوا الكسكاس ديالنا وغادي نعملوا الشعريه. وكيف قلت لكم كيكون ديجا عندنا البرمه ديالها فيها الماء، ما كنعمروش البرمه بزاف، كنعملوها يا اما النص ولا الربع على حسب اذا كانت كبيره ولا ستيتوا. وصافي كنعملوا ديك الشعريه ديالنا فيها. غادي نغطيوها بطبيعه الحال وغنعملوها فوق البرمه. غنعملوها المره الاولانيه وغنحسبوا 5 ديال الدقائق في الساعه. باش تكون كطيب كيكون عندنا ديجا واحد لتر ديال الماء، كنعملوه يغلى. من بعد ما كتجوز معنا 5 ديال الدقائق كنجيبو ديك لتر د الماء وغادي نكبوه هكذا بهاد الطريقه هادي على ديك السفه ديالنا ولا ديك الشعريه. وغنحاولوا ان حنا نوصلوا ديك الماء غالي لجميع الحبيبات. على داكشي قلت لكم بان البرمه ما تكونش عامره بالماء، لان غادي نزيدوا لها تقريبا 2 لتر ديال الماء، فمن الاحسن انكم ما يكونش عندكم الماء بزاف. المهم هذه المره الاولانيه غادي نعملوا لها غادي نكبوا لتر ديال الماء عليها، غادي نحسبوا واحد 2 ديال الدقائق وغادي نهزوها من فوق النار. صافي وغنعملوها في القصعه ديالنا كيف كتشوفوا معايا، يعني الطريقه واضحه. غادي تجيبوا واحد 2 ديال لي فورشيط وغتحاولوا انكم هكذا تفرقوها على بعضياتها. هي كتكون باقي فيها شويه د الماء، والوجه ديال الشعريه يعني اللي كيكون عندنا الفوق راه كيكون باقي شويه قاصح. فهاديك الماء اللي كان لتحت غادي يبقى، فغادي تشرب الشعريه كامله وغادي تطيب معنا كامله، يعني غادي تجي قياس واحد. المهم كنشربوا لي فورشيط هانتوما كيف كتشوفوا معايا، وكنحاولوا ان حنا نفرقوها مزيان على بعضياتها. انا هنايا حاولت انني نزرب الفيديو لانه شويه طويل، غير صبروا معايا. صافي من بعد ما فرغتها غادي نعاود نزيد لها واحد 3 ديال المغارف ديال الزيت النباتيه. صافي ودهنت حتى يدي بشويه د الزيت وغادي نحاول انني نفرق هذيك الشعرات ديال الشعريه باش ما يبقاوش ملصقين في بعضياتهم. خصكم شويه ديال الصبر وغير بشتيتو، وهانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تفرق وغادي تولي كل حبه بوحديتها وغادي طيب وغادي تكون ما شاء الله عليها. اذا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحله ديال الفيديو ما تنساوش الاشتراك والبارطاج والدعم، واخرين اللي كيتابعوني. صافي هانتوما كتشوفوا يعني الطريقه واضحه في الفيديو، كتفركوها ما بين يدكم وكتبقاو تنفطوها هكذا. وصافي وانتم كيف كتشوفوا معايا ها هي تفرقت على بعضها، كل حبه ولات مفروقه على بعضياتها. صافي وكتولي كامله شاربه الماء وكامله محاديه بالزيت. وصافي عاود غادي نجيبو الكسكاس مره اخرى وغادي نعملوها في الكسكاس. وفي هذه المرحله هذه كنكونوا عاود عملنا واحد لتر ديال الماء كيغلي. غادي ننزلوها فوق البرمه، غادي نغطيوها، غادي نحسبوا لها واحد 3 ديال الدقائق غير كنشوفوا البخار كيخرج منها بحال اللي باين في الفيديو، بحال هو موضح في الفيديو. عاود غادي نجيبو هذيك لتر د الماء مره اخرى وغادي نبداو نسقيو هذيك الشعريه بحال اللي كتشوفوا معايا. كنحاديو جميع الحبيبات ديالها بديك الماء طايب. وصافي وكتكون الشعريه ديالنا وجدت. صافي ما كنزيدولهاش كتر. صافي غادي نهزوها ونستقطروها وغنردوها في القصعه ديالنا. وغادي نجيبو لي فورشيط وغنحاولوا ان حنايا نفرقوها كيف كتشوفوا معايا. ها هي طايبه واجده. ما داتش معايا الوقت بزاف، ما كديش معايا الوقت بزاف صراحه الله. صافي غنحاولوا ان حنايا نفرقوها على بعضياتها هيدا باش ما تبقاش شبره في بعضياتها باش ما تعجنش.
صافي انا ما كنعملهاش الزبيب، ما كنعملها حتى شي حاجه اخرى، كنخليها هكذا، كتعجبني هكذا. نتوما اذا بغيتو تزيدوا لها الزبيب تقدروا يعني في المره الثانيه اللي غادي تعملوها تبخر زيدوا معاها واحد شويه ديال الزبيب. صافي من بعد ملي كنفرقها كنزيد لها الملحه. صافي وغادي ندوز نخلطها ونحاول انني نزيد نفرقها على بعضياتها نتوما كيف كتشوفوا. صافي ونخليها تبرد. هانتوما كيف كتشوفوا هذيك لي كوكلي قلت لكم عملناهم واقفين ولكن من بعد كيطيحوا في الطنجره كيف كتشوفوا طابو. وانتما كيف كتشوفوا واقفين في المرقه ديالو. واحد النسمه ديما نقول لكم صافي ما شهيتكم فيها. صافي دابا غادي ندوزو باش نقليوهم. انا هاد المره فضلت انني نقليهم، عندي هنا يعني الزيت الكافي باش نقليهم. صافي غادي نجيب شي حاجه اللي غندوز بها هذيك لي كوكلي من بعد ما كيكون الزيت طايب مزيان يعني ما يكونش بارد. صافي وغادي نعمل لي كوكلي ديالي تماك. ما بغيتوش تقليوهم تقدروا تعملوهم في الصينيه د الفران وتذوبوا شويه ديال الزبده ودهنوهم بالزبده ودخلوهم للفران. انا في الحقيقه كيعجبوني يعني تشهيتهم هاد المره مقليين، فعملتهم مقليين. صافي غنعملهم على الزدر ديالهم كيف كتشوفوا معايا. انا عندي هاد المقله شويه كبيره. صافي غادي نعملهم حتى يتقلاو. وبطبيعه الحال هما كيتقلاو حنا كنقلبوهم، يعني ما كنخليهمش على واحد الجهه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. انا كيف قلت لكم انا زدت لهم اضطريت اني نزيد لهم الخيط حيت ملي كانوا كيطيبوا شفتهم بداو كيتفرقوا معايا. وصافي من بعد ما تقلاو جبدتهم. ودابا غادي ندوزو ميزون بلا. هانتوما كيف كتشوفوا ديك الشعريه كيفاش نيه مفرقه الحبه على اختها. ما داتش معايا الوقت بزاف، ما داتش معايا مجهود. صافي هذيك المرقه اللي بقات عندي ديال ديك لي كوكلي كندوز وكنسقي بها شعريه. وبطبيعه الحال خصها تكون سخونه. دابا عندي غادي نجيب هنايا شويه ديال سكر كلاص. صافي غادي نغربلو عليها من الفوق هكذا كيف كتشوفوا معايا. وهنايا عندي واحد نص كيلو ديال النوا، حيت منه واحد شويه خليته صحيح واللي بقى لي طحنته غير هرمشته الى شويه يعني يبقى صحيح. ما كيوليش يبودر غير كنهرمشو وصافي. وكنرشو على ديك الطبسيل كامل كيف كتشوفوا معايا. صافي من بعد كنجيبو ديك لي كوكلي من بعد ما تحمروا وكنعملو في الوسط ديال البلا. طريقه واضحه في الفيديو نتوما كيف كتشوفوا معايا. صدقوني البنات كتجي هائله، كتجي كتحمق. هذه الطريقه ديالي في السفه. صافي ومن بعد ديك النوا اللي بقى لي صحيح كنزوق به البلا من الفوق كيف كتشوفوا معايا. وصافي وهيدا كنكون وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو. هذا هو البلا ديالنا. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وكنرافقوه بسكر كلاص وبهذيك النوا اللي عندنا مهرمش. ومع السلامه الى وصفه مقبله ان شاء الله.